عسلامة، مرحبا بكم. اليوم نهار جديد مش نطيبوا مع بعضنا شوربة لسان عصفور بالدجاج وبعصبان الدجاج. باهي يا سيدي، شنو يلزم عنا؟ يكون عنا كيلو شوربة لسان عصفور كما تشوفوا، كعبات حمص هذوما مطيبينهم احنا من قبل، وهذوما الدجاجات نتاعنا طريفة الدجاج، حاطين عليهم 4 سنون ثوم مبشورين، رويس بصل، العسيبنات نتاعنا كيما تشوفوا، وهذوما لفاحات، بسباس، كليل، ورقة رند، هذوما كل مرحين مع بعضهم. باهي، وهذايا فلفل زينة، فلفل احمر معناها، فلفل اكحل، ملح، ومعاه الكركم، الزيت، وهذه الخضرة متاعنا، وتوا نضيفوا زاده شوية سنارية معاه. باهي، اول حاجة مش ناخذوا بسم الله، مش ناخذوا طنجرة فيها الماء، وتوا باش نفرغوا الساشيات الشوربه نتاعنا في الكسكاس. بعد ما حطينا الشوربه في الكسكاس باش ناخذوا اكل كاس زيت كيما ريتوه هكاكا، وباش نحطوه هكا فوق الشوربه، ومش نعملوه بالباهي باش الباط نتاع الشوربه كي تطيب ما تلصقش بعضها، تقعد كل كعبه وحدها. هذه هي السر نتاع شوربه لسان عصفور، هيك يلزم يكون اكل القوام نتاعها. شفتك الزيت كي يبرق فيها، معناها كل كعب وحدها، معناها احنا عملناها بالباهي بالزيت باش ما تلصقش ويبدا طعمها بنين مش نورمال. وتوا يا سيدي مش نحطها عاك الماء اللي يغلي كيما تشوفوا كيكه، ومش نغطيو الكسكاس نتاعنا ونخليو الطفيره الاولى على الماء. مادام يا سيدي حطينا الشوربه تفور لسان عصفور، خدينا كسرونتنا وحطينا فيها كويس زيت، وتوا بعد ما تبلنا الفلفل نتاعنا بالملح كما تشوفوا، نشقوه من هنا ونتبلوه بالملح، وتوا نقليوه. نرجع لكم عملنا الفليفلات، توا باش نحطوا الدجاج نتاعنا. اقسموا البصله على 4 باش نحركوا الدجاج نتاعنا لين يتبدل كلوره كل والكل ابيض. اللي يحب السنارية نتاعو الطيب يحطها مع الزيت، يخليها حتى مع الدجاج. باش نحطو الكركم، الملح، طبعا الفلفل الاكحل، وهذوما الفحات نتاع الدجاج. هذا الفلفل الاحمر خليه يقعد من بعد، ونحركوه كل مع بعضه. باهي، تو يا سيدي مش نضيفو هكا الطماطم. بعد ما طابت السنارية شويه، خدت وجه هكاكا في الزيت وفوحنا دجاجاتنا، باش نضيفو الطماطم معاها اللاصتيس نتاع السكر باش تتنحك القلوسيه. باش نقول لكم حاجه، راني اني الدجاج نتاعي نخليه في الخل ربيع ساعه يتنحى منه اكل الزفاره نتاع ريحه الدجاج. نضيفو تو فلفل احمر نتاعنا ونخليه حتى الساعة الطماطم هذيك تقرك الزيت الفوق شوية، وبعد كي نسقيها بفناجن ماء ونخليوه الطماطم هذيك تطلع الفيحة والريحة متاعها، وبعد كي نسقيها بالباهي ونحطو خضرتنا. شو مصلي عمبي الزيت كيفاش قرع الطماطم والفلفل الاحمر. نحطو البطاطا متاعنا بعد ما نشقاها في الوسط باش تدخل البنة فك البطاطا، كعبات الحمص خلطوهم بالباهي، كيما تشوفوا كيك سقيناها بالباهي. وتوا باش نمشيو لك الشوربه لسان عصفور والطفيره الاولى، يزاها حكايه 4 ساعة كالطفيره الاولى. وتوا تراو واش نعملو فيها. باهي، حولنا الصلصه نتاعنا في الطنجره، بزعنا الماء وخدينا عصباناتنا ونعملو مكة من الفوق باش تدخل الشوربه بعد الطفيره الاولى. حطينا لها شويه ملح بصوابعنا هكاكا، وتوا باش نضيفوا لها، شوفوا مش نضيفوا يا جماعه، كاس ماء بارد، كاس ماء من الحنفيه معناها. باش نخلطوها على كيلو، معناها كيلو شوربه لسان عصفور كاس ماء،
ونحركها نخليها تشرب شويه ونعملوا لها الطفيره الثانيه. اللهم صل على النبي. هذه تو الطفيره الثانيه، وتو باش نعملوا الطفيره الثالثه. باش تطيب الشوربه لسان عصفور تعمل لها 3 طفيرات، واذا تحبها طايبه اكثر من هكاك اعملها حتى 4 طفيرات، يعني قد ما تبدا طايبه خير. مره ذي مش نسقيها بالصوص نتاعها، يعني اني حطيت تو مقدار كاس كيما حطيت بكري كاس مي، تو حطيت مقدار كاس صوص نتاعها باهي، ونخليه يشرب وبعد كي نحطها تفور الطفيره الثانيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. هذه هي الشوربه نتاعنا، تو مش نسقيها ونخليها تشرب شويه، نحطها في صحين ونزيناها ونوريها لكم. اما اغزر القوام نتاعها كيفاش ما شاء الله بارك الله. وتو مش نصبه هكا السقايه هكاك من الفوق تبارك الله، ونحليها الكل فك السقاء ونخليها تشرب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما شاء الله تبارك الله. هذا هو توا صحين الشوربه بتاعنا لسان عصفور تبارك الله. شكل بنا شكل مرتب. هذه عصبه